ماشي، احنا دلوقتي الحلقة الجديدة بعد عرض باكلاش. عرض محبط طبعا، زي ما احنا توقعنا في الحلقة بتاعت أحسن عرض باكلاش في التاريخ. ومن بعدها الواحد ملوش نفس إن هو يصور بصراحة. حاج عسل. اه لا ده الواحد خد طلقة كبيرة أوي في العرض اللي فات ده. طلقة كبيرة أوي ولسه بصراحة. لسه الطلعات الجايه يا معلم. لسه والطلقات الجاية شكلها هتبقى أكبر كمان. لسه انا تشوف اخرتها. عايزين نتكلم على عرض باكلاش واللي حصل فيه. فاحنا كان عندنا خمس هو ماتشات نقدر نقول ان في ثلاثة منهم هم اللي كانوا ايه يعني، اللي احنا كنا مستنيينه. هم العرض يعتبر 3 ماتشات وماتشين فيلم من الاخر يعني. بالظبط اه. وبرضو يعني احسن ماتش فيهم طلع برضو من طلع ماتش الستات برضو كالعادة. ايوه زي ما توقعنا، زي ما اي حد بيتفرج متوقع يعني. بالظبط. اوسكا وايو بصراحة الاتنين عملوا ماتش جامد جدا بصراحة. الماتش كان حلو قوي. ونسخة اسكا دي كانت وحشاني، بدل ما هي كانت محشورة في السيناريو بتاع التاج تيم ومع كايري سان والكلام ده كله، لا يعني نسخة اسكا الميني ايفنتر دي كانت وحشاني بجد. فانت كنت شايف الماتش ده عامل ازاي؟ هل العداوه دي لسه مكمله ولا خلاص كده؟ لا هو خلاص بقى بعد الماتش اسكا سلمت كل واحد راح كل على واحد راح ايو. لحاله يعني. اه، وفي الغالب ايوه يعني الاخبار اللي طلعت كلها ان هي خلاص يعني تفكر تعتزل وان هي رجعت اليابان تاني بعد حوار فرق كايري. كبير يعني. بصراحة هي انت فاهم فقدت الشغف. اه وهي اذكر كبيره اصلا يعني، بتاع حاجه 40 سنه يعني. اه بالظبط. 46 سنه 47 سنه حاجه زي كده، هو ده داخل على 50، مش صغيره يعني. اه بالظبط. بس آه. الماتش بصراحة كان حلو قوي، كان حلو قوي. اسكا وايو فكرونا بأحسن نسخ منهم، وتحس فعلا ان هما ده اخر ماتش الاسكا ده، الماتش اللي ليه ان ده يبقى اخر ماتش الاسكا فعلا. آه. وكان بعد كده بقى عندنا تاني ماتش مهم. كان عندنا سيز رولينز وبرون، وده ماتش بقى طبعا ده كان لسه مكمل مليان برضه. مليان صح؟ جدل اه. الماتش ده كان مليان جدل كتير قوي. يعني انت عندك الماتش كان ماشي كويس، بس الفكرة كان فيه بوتشين هما دول اللي الناس بدأوا يتكلموا عنهم. وان البوتشات دي ويل اوسبري في اي دبليو بيعملها زي السلام عليكم يعني الحركات دي ما بيبقاش فيها بوتش من ويل اوسبري. وان سيز رولينز عمل بوتشين بس لحق الدنيا. الماتش سيس كماتش رولانز مش وحش بس. سيس رولانز راحت عليه يعني. الناس بتقول كده، بس هو الناس برضو مش واعية هو انا عايز اقول لك على حاجه، مم. سيس دلوقتي يعني، سيبك من قبل الاصابه بتاعت ركبته، لان هو قبل اصابه ركبته حاجه وبعد اصابه ركبته حاجه. بالظبط. بس هو سيس برضه بتاع دلوقتي مش زي سيس من 3 سنين حتى. هو كل سنه بحس ان هو فعلا، بحس ان هو بيقل. فاهم؟ هو وده طبيعي لان الجدع جسمه متخرم يعني، ده كل شويه اتصاب. هو هو جسمه فعلا متخرم. الفكرة كمان ان هو ما بيلحقش ياخد وقته كامل ان هو يتعافى من الإصابة. يعني هو اه الأخبار كانت طالعة بأن الماتش بتاعه في راس المنيا مع جونسر هو أصلا كان خف ما كانش بنسبة جاهز 100%. 70%، ما كانش جاهز. اه كان الماتش بيقولوا ان هو ما كانش جاهز 100%. وماتش برون نفس القصة، وفي ماتش برون بقى باينة قوي اللي هو مش جاهز. مش جاهز خلي بالك بروم برضو مش من نوعية الناس اللي ممكن تشيل لك ماتش وعايز حد يشيل. بالظبط. وبانت قوي بقى فالموضوع في هيبقى الماتش يعني. ده. ايوه ده. يعني وطبعا في الاخر هو هتلاقي ماتش متوسط، صح؟ اللي هو ماتش السبعة من عشرة مثلا. مثلا اه، هو ماتش حتى هو يعني. من غير البوتشات، الماتش مش وحش. انت فاهم، بس مش مبهر. ماتش عادي. ايوه يا عادي عم، هي دي هيبقى مسيرة. هيعدي في وسط ماتشاته.
في الاخر مش يعني مش ماتش هترجع تبقى عايز تشوفه تاني. اه بالظبط، قضي مش الخلاص. ماتش انت عايز ترجع تاني تتفرج عليه. هي دي مسيرة برون من ساعة ما اتصعد أصلا، مع ماتش واحد هترجع تشوف عليه القيمة يعني. ما هو ده، انا مش عارف هي مشكلة برون ولا مشكلة الكتابة بتاعته. واديله فرص يا باشا، يعني انت لما تاخد تلت ساعة قصاد انا سيس في عارف عرض ان شهري. احنا اتكلمنا في النقطة دي قبل كده، انت قلت لي اه كده يعني انت لو اديت نص الروستر دي تلت ساعة قصاد سيس، في ناس هتعمل لك ماتشات جامدة فشخ من الآخر يعني. صباح الخير يعني. في بالظبط. ناس هتعمل أحسن من كده من الآخر على الأقل يعني. فاهم؟ هو ده انا بصراحه انا مش مقتنع ببرون ده، ولا عمري اقتنعت بيه. انا مش شايف بصراحه الناس شايفه فيه ايه خالص يعني. بص، انا ساعة ما مش كان شايف الموضوع بيتزقى ده. علشان يبقى في المين هو ايفنت سين هو ضد سيس رولينز، وانا قلت ماشي ممكن يجي منه. بس انا عمال بص يعني درجات ترقبي ليه بقت اقل، عمالة بتقل كل هو شوية. بص هو ما فيهوش اي حاجه مميزه، لا على المايك ولا على الحلبه ولا كاريزما ولا اي نوع. بالظبط نيك نيم نيك نيم بضانه زي اللي عامله بالظبط. التان بتاعته اللي قلب على البرتقاني دي، اللي انت ما تفهمش هو جاي منين اصلا. ده غير بقى ايه ان هو حتى لبسه بضاعه. عارف انت اللبس السترابس بتاعه ده بضاعه. ايوه، الوحيد اللي كان مخلي اللبس ده له قيمه كان كيرت. كان كيرت بس. هو الشخص الوحيد اللي خلى اللبس ده يعني ممكن تتقبل. اي حد تاني بيلبس اللبس ده بضاعه. ده اكتر لبس يعني ممل ممكن مصارع يلبسه. ايوه يا عم، اللي هم هو بيلبسه ده. الستاينرز بقى كلهم كده بقى، منهم لله، انا اصلا ما بحبهمش كلهم. اه فهو الجدع ده ما عندوش حاجه غير السبيرز بتاعته، والسبيرز بتاعته ايه اللي هو عمل بوتشين في راس الدنيا عنب يعني. صباح اه. الخير يعني. حتى دي ما بقاش عارف يعملها عادي دي. لا لا، ما عشان كده بقول لك الماتش، الناس سابت الماتش ومسكت في البوتشات، يعني الماتش ده الناس لما تفتكره بعد كده والله هتفتكره هتفتكروا بالبوتشات. بالبوتشات. ما مش هو دي هت... مشكله يا اسطى. مش هتفتكر لما الماتش. يبقى لما يبقى ماتش انت فاكره عشان بوتشات، يبقى الماتش ما كانش حلو من الاخر. اه، انا بقول لك هو بس ماتش خلاص بقى. عادي، مش ماتش مبهر ايوه. ومش ماتش وحش، هو ماتش عادي. ما هو اللي هو ما هو الستة الفكره ان سبعة انت من انت عشرة حلو، حلو أوي اه عليه. انت ما هو الفكره انت مستني حاجه احسن من كده صح؟ أيوه بالظبط، أنت مستني حاجة انت أحسن من كده مستني. وما لقيتش. ما بقولكش ما بقولكش انا مستني ماتش 5 نجوم ولا 9 نجوم ولا حوارات نظر العبيطه دي. بس انا مستني ماتش احسن من كده. مستني ماتش هو يبقى 8. زي ما أنت قلت، هو برون هو أصلا بيبقى عايز اللي يشيله في الماتش، فأنت ما تتوقعش إن برون اه في يوم من الأيام هيعمل لك ماتش 5 نجوم، ده مستحيل. لا لا لا. ايوه. بعد كده عندنا فده بقى كان آخر ده كان ماتش. ماتش رومان وجيكوب برضه. كان ماتش متوسط اكيد يعني. الماتش كان برضو اللي هو 6 7 من 10، مش وحش بس مش مبهر، ماتش عادي، كويس هو لطيف. جيكوب ده هو نسخه من كابتن برون بالظبط. ما فرقش بالظبط. عنه قوي. بس هما اللي في الاثنين الاخر، شبه بعض. اللي حصل في اخر الماتش ده هو فعلا يعني اللي كنت بقول لك عليه قبل ما نسجل، هو نفس النوسل فينش بتاع اوستن اريس في تي ان اي، لما كان ماشي بعد الحكم ما عد 1 2 3، المعلم خد بعضه وقام مشي عادي جدا ولا كأن ايه حاجة حصلت. انت فاهم؟ هو ده اللي حصل بالظبط. انت في السيكونس النهاية بعد السبير الجميلة، الحكم 1 2 3، ما كملناش 30 ثانية وجيكوب قام كمل دعك في رومان عادي جدا ولا كأن فيها أي حاجة. عادي يا عم عادي. اه ما هو عشان نكمل الموضوع يا كابتن. لا، ما هو انت حتى لو هتكمله مش بالطريقة دي، يعني هو رومان ما كسبش برولاب مثلا اللي هو الحكم عدى بسرعة 1 2 3 فخلاص، لا، هو ايوه. مثبتك. انت كنت لسه ميت يا من ايوه 20 ثانيه. ايه بالظبط. اللي حصل؟ بالظبط، انت انا كنت بكره لسه. الموضوع ده. انا بكرهه جدا. تحس ان ما عيله السمون دي يا اسطى عيله اصلا. كلهم شخصيات بضان كده، واي حاجه بيعملوها بضان يعني. هو فانا مش مستغرب يعني من الحوارات دي. انت مشخصنها جامد معاهم، انا عارف. يا عم ده بقول لك ايه يا عم، ده عيله خنيقه. والله يا عم من اول الروك لحد اصغر واحد فيهم اصبر من بقى، اول ده الروك لسه عيال جيكوب التمانية لما يلعبوا مصارعة بقى، من اول لسه دول الروك جايين لك من اول دول. الروك. لا
لحد سولو وشيء اوسو، دي مناظر دي يا راجل، حرام عليك. فانا بقول لك انت والمشكله ان هم مشخصنها معاهم قوي. يعني اه الموضوع انت مشخصنه الفكره ان جامد هم مع الساموينز. والفكره ان هم مصدرينهم، يعني مصدرينهم دايما في المين ايفنت. عارف لو هم حطوا لهم مثلا في الميد كارد ولا حاجه زي سولو كده، انا ما عنديش مشكله. ما سولو ده عبيط اصلا، انا ما عنديش ايوه مشكله هو مع سولو ده اصلا. فاهم؟ هو عبيط وخلاص. خفيف اللي هو فيه ده. ده بقى له 4 سنين مش عارف يروح ريس المنيا حتى، أنت فاهم يعني. بالظبط. يعني هو اكبر ده انجاز عبيط عمله سيبك في منه. حياته ان هو كسب جون سينا في عرض في السعوديه. اه يا كسبوه جون سينا وادوا له المين ايفنت في سمر سلام. انت متخيل سولو ده كان في المين ايفنت في يا سمر سلام؟ معلم انت المين عمل ايفنت عمل ماتش بتاع. بشع. عمل ماتش بشع مع كودي. هو تقريبا ايوه بعد الماتش ده خلاص فقدوا فيه الامل، لك ايوه يعني يا الواد ده معلم، مش انت نافع. انت اديته آه، مفيش منه الماتش. راجع انت خلاص. اديته الماتش المين ايفنت بتاع اول حلقه رو على نتفليكس، لما كان هو ايوه ورومان. مع روب. ايوه انت انا بقول فاهم. لك هم فقدوا الامل فيه خلاص. قال لك اه الواد ده خلاص مش نافع. هم ما في. وكمان بعد ما طردوا بتاع ده، بعد ما سرحوا الوايت 6 وسرحوا اتنين كمان من الام اف تي. فانت فاهم، فخلاص بقى انت من الام اف تي دول كلهم، انت كل اللي انت مهتم بيه فيهم هو تاما تونجا بس، وعلشان هو كان كويس في اليابان، وكان سنجل ريسلر، كان حلو، ما كانش وحش. ده هو بالعكس، ده هو اتظلم في التاج تيم مع تونجا، مع الأسطورة تونجا اللي هو أخوه. احنا يا يعني عم هي لما. العيله دي كلها ظلمت المصارعه اصلا، بقول لك ايوه. ايه. العيلة دي والله لازم عايزة تتفجر وربنا. هي ظلمتنا على شخص انا بتشوف على العك بتاعها. اه والله. بس كان يعني عرض باكلاش، عرض مش هتفتكره. ايوه عرض متوسط ما عدى وخلاص، أنت فاهم. اما عرض مش هترجع تتفرج عليه تاني من اه الاخر. بالظبط. يعني انا عايز اقول لك، انا تاني اكتر ماتش كنت مبسوط فيه مثلا بعد اسكا، وبعد ماتش اسكا وايه، هو الماتش بتاع دانا هاوزن. وانا مستغرب نفسي وانا بقول لك كده، بس انا اه ضحكت كتير قوي. يعني يا عم انا ما عنديش مشكله ان انت عايز تعمل ماتشات عبث وضحك وبتاع زي فينس ما كان بيعمل. اتكلمنا في الحلقه اللي ايوه. فاتت الماتش بتاع فينس، صح؟ ايوه بس 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 الماتش بتاع فينس ماشي. اولا كان في ماتشات اكتر، تمام. كان في 6 ماتشات مش 5، تمام. بالظبط. بعدين الماتش بتاع فينس كان الماتش الفيلر الوحيد، تمام. ايوه بالظبط. فانت كان عندك 5 ماتشات حلوين او 5 ماتشات مهمين، منهم ماتشين جامدين فشخ، فاهم؟ اجمد من اي حاجه انت عملتها السنه دي، يعني فاهم. بالظبط. ف... فكون بقى ان انت عايز تحط لي ماتش فيلر ما فيش مشكله، بس يا باشا اصلا الكارد كله 5 ماتشات. اما هتحط لي ماتش ولا ماتشين فيلر، ما هو ماتش حزام اليونايتد ستيتس ده برضه ماتش فيلر يعني، ما اهتمتش فاهم. بيه بصراحة. اه وساعتها يعني قلت انت حاطط ماتش. يعني انا اصلا اه فقدت الشغف في سامي زين اصلا. انت فاهم. والتريك هم ويلي سامي مزهقني. سامي محتاجين يغيروا في حاجه، محتاجين يقلبوه هيل. يعني انا مستغرب ان هم يقول لك ما فيش هيل سماك داون. انت حول سامي هيل وش على طول يعني. ما اعرفش هو هينفع لو اصلا كان ولا لا. لا هينفع جامد لو عملوه هيل. ممكن وظبطوه هيظبط فشخ. ما هو حتى سامي انت هو مش عارف هو تخليه بطل هو انتقالي حتى. انت هو فاهمني. سامي لايق عليه ان هو يبقى بيبي فيس واندر دوج وبتاع، بس الموضوع ايه ده؟ فاهم؟ تحس الناس زي الحوار ده، فاهم. هي دي المشكله. مم. ف... فما انت ما عندكش حل، انت لازم تغير. فهتغير بايه؟ خليه الليبو هيل، مفيش حل غير ما كده. هو قلبه ايه ويشيله بقى من حوار الليبو اليونايتد هيل يا عم، ستيتس ده وخليه يطلع وخلاص. يشتم الجمهور ويقول لهم انا عملت لكم انتوا جمهور جاحد وبتاع. عادي يا عم، كلاسيك يعني. اه بيطلع يشتم زي الجمهور. اي هيل كلاسيك. ايوه زي بالظبط. اي هيل كلاسيك، اول ما بيقلب انتوا السبب. الجمهور ايوه بس. بالظبط. انا عملت عشانكم وعملت وخلصتكم البلاد لاين وعملت، وانتوا ما فيش فايده فيكم. بالظبط. وانا هبقى بطل عالم غصب عنكم كده بس. ايوه نفس وخليه يا القصه. عم يقابل كود وخليه يا عم يقابل كودي، ايه المشكله؟ يبقى يا هو عم الهيل يقابل كودي كودي بيقعد وهيعملوا يطبطب وهيعملوا عليه. برنامج. خليه يا والم... عم يطبطب عليهم، جاي مديله واحده وبتاع بس خلاص. تمام يعني، خليه يمسك كودي كده يعجنه عجنه وانتهينا.
ما فيش سيناريوهات اصلا يا صاحبي، يعني الروستر ما، انت ش- العدد شخصيه بيقل وانت ما عندكش شخص سيناريوهات. شخصيه السقه بتاعت كودي دي صعب ايوه. وبتاع دي مش عايزين نشوفها يعني. زهقت من اتخنقت. انا اتخنقت بجد، انا بص اتخنقت هو من كودي كودي دلوقتي احمد السقا ده، انا اتخنقت. هو كودي دلوقتي زي سينا كده في 2007 و2008. اه اه. نفس الموضوع بالظبط. لو تفتكر سينا في ايام السوبر سينا ما كانش حد طايقه. الجمهور ايوه ما كانش بالظبط. طايقه. يا ابني انا فاكر في العرض بتاع نو ميرسي بتاع 2007 لما فينس طلع قال لك سينا اتصاب، الجمهور بتاع شيكاغو ايوه. عايز اقول لك الاعلان ده خد اكبر بوب في الليله تقريبا انه سينا مصاب، اللي هو ما كانش حد طايق ايوه امه خلاص بقى. فهو كده تمام. هو الجمهور لما بيلاقي حد ايه معاه الحزام دايما والشركه دايما مصدراه ومش عارف ايه بتاع، تحس ان هو بيتخنق منه. فاهم؟ ورومان كان نفس الكلام. بس بس رومان هو عشان يعني هو فترته طولت، وعلشان ما كانش فيه تايتل ديفenses اصلا وما كانش بيظهر، فالناس لا اصلا انا كانت مش مخنوقه. مش مش بتكلم على ايام البلاد لاين، انا انت بتكلم على على اول ما البيج طلع. دوج. اه ما كانش لا حد يا طايقه برضه. لهوي. يا ما هي لهوي نفس على دي الكلام. فترة. يا لا، فاهم؟ كان فهو فينس كان الجمهور. فينس بياكله لنا بالشوكة في بقنا بالعافية كده. يا باشا هو طلع قال لك بص بقى اخبطوا دماغكم في الحيط، هو ده يعني هو ده. ايوه سنه سنتين 10 قدامكم لحد ما تتقبلوا الموضوع بالظبط. من الاخر. وهو فعلا خد حوالي 10 سنين تقريبا لحد ما ايوه. اخيرا الناس تقبلت الموضوع. انا عايز فهي بس، كده. بص جه في دماغي حاجة دلوقتي برضه اسألك عليه. من بعد، بص من بعد ما رومان خد الحزام، بقى عندك حزام الهيفي ويت مع رومان، وحزام الدبليو دبليو اي مع كودي. انا يعني قعدنا فترة حلوة مع بانك وهو شايل الحزام. انا اللي حاسه ان بانك كان مدي هيبة لحزام بطولة العالم. محدش فيهم، او هو مديله هيبة بطريقة مختلفة، محدش فيهم قادر يوصل لنصها حتى. الحزام مع بانك، كنت حابب شكله، كنت حابب بانك وهو طالع بيه كل شوية. انما دلوقتي يعني الحزام مع كودي، انا مش حاسس بكده. ومش من التايتل رين دي بس، لا، من الاول خالص. من اول ما كودي يعني خلصنا القصة بتاعته مع رومان وكسب الحزام من رومان والدنيا دي. انا فعلا مش يعني، لا، لما بانك رجع وشال حزام العالم، الراجل طريقته مختلفة 180 درجة عن الناس اللي موجودة دلوقتي. فهل انت برضو حاسس بكده ولا لا؟ لا طبعا انا ما بحبش بانك اصلا. بس هو انت ممكن تكون حاسس بكده عشان النوستالجيا مش اكتر. بس هو بانك كان عايز اقول لك ان اول 3 شهور في الفتره بتاع حزامه كان بيقدم خرا يعني ما دافعش عن لقب مره اصلا. ده هو ماشي. كسبه في شهر 11. اه في شهر 11 ما دافعش. اول دفاع كان في شهر واحد بعدها بشهرين. هو صباح الخير يعني. أي- بس هو الناس بتحب النوستالجيا عشان بانك طلع قال بس 2 برومو وشتم فيهم ما اعرفش تيكي ايه والروك هو بقى ده اجمد بطل لا وما فيش لا لا الكلام لا، ده. انا مش قصدي ده. هو كان زيه زي اي حد. انا مش شايف لا، انا اختلاف مش كبير. مش قصدي ده. هو هقول لك برضو، يعني دي برضو كنت حاسسها مع سينا لما سينا كان معاه الحزام. سينا حتى وهو هي اللي ومعاه الحزام، برضو هو رافع هيبة الحزام اكتر من كودي، واكتر من لما كان الحزام مع رومان. وحتى رومان بعد ما الترايبال شيف والكلام ده كله وال3 سنين الجمال، بس ما انا عشان انت برضو حاسس ان مش سينا حاسس بيه. ما هو عشان الموضوع ده عشان سينا كنجم اكبر منه يعني. سينا كاسم او كنجم هو اكبر من رومان ومن كودي والناس دي كلها. فطبيعي وهو مع الحزام انت حاسس ان الحزام في حته زي دلوقتي لو الروك رجع وكسب الحزام ما انت هتحس نفس الكلام ده لا لا، صح؟ مش هحس نفس الكلام، انا هكره نفسي. ده انا كنت لا بكره صدق. فترة الروك لما كان مع الحزام اصلا، ايام ال بتاع ده، ايام الاتيتيود ايرا. انا كنت كاره الفترات دي. ما انا ما بطيقش الروك، انا ما بطيقوش. ماشي. عايشه عشان انت مش بتحب الروك انما هو كشخص كنجم وهو مع الحزام هتحس ايه ان الحزام برضو ايه مع واحد بقى ايه انت فاهم نجم كبير وبتاع. بس هي النقطه في كده. مش انما مش انا شايف عارف. كلهم بيعقوا يعني.
مفيش هو حد كده فيهم كده هيكسب. كلهم بيعكوا، بس يعني انا عندي الاحساس ده بصراحة، بس انت ويعني انت ايه. ممكن يكون عندك ايه، شايف ان عك احسن من عك، ده عادي، وارد يعني. طبيعي برضو يعني انت شايف ان عك بنك احسن من عك كودي واحسن من عك رومان، ده شيء عادي. هو الفكره في رومان ان انت هو بياخد الحزام بنخش في حوار البلاد لاين، وده حوار بصراحه محدش عايزه، فاهم. بالظبط. عشان كده والقصة انت بقت انت مش طايق محفوظة واتحلبت، اه. وخلاص بقى وبقى زهقنا الموضوع منها. حمضان، موضوع حمضان، انت خلاص بقى انت زهقت، بقى لنا بالظبط. 5 سنين في المواد ده بقى، عايزين ننجز بقى. فعشان كده انت مش حابب الموضوع ده. بالنسبه لكودي، الفكره في كودي هو الشخصيه بتاعته، فاهم. انت مش حابب كودي يبقى البطل عشان الشخصيه بتاعته مستر احمد السقا والجدعانه اللي بتخر منه والكلام ده. ايوه عارف بالظبط. لو كودي، عارف لو كودي قلب هيل، انت هيبقى نفسك ان كودي ده يبقى معاه الحزام طول الوقت. افتكر ان انا يعني من اكتر من سنه وانا نفسي ان كودي فعلا يقلب هيل، علشان عايز اشوف. انا بس كودي الهيل هو بتاع الانديز انا كنت بحبه. كودي الهيل بتاع بس نيو الفكره، جابان انا كنت بحبه. هم ما يقدروش يقلبوا كودي الهيل عشان مين اللي هياخد مكانه من الاخر، ما هو زي فكره سينا بالظبط، فاهم. بالظبط. ايام سينا ما كان بيتكره وبتاع، لا انا لو قلبت سينا هيل مين هياخد مكانه. مع ان كان بالظبط. عندهم باتيستا، بس هم حتى في دماغهم باتيستا ما يقدرش يشيل الدنيا دي لوحده، مش ايوه. هينفع. خلي اصل بالك، فكره، هي اصل برضه ايام الموضوع. ايام السوبر سينا برضه، هو ما كانش سينا لوحده اللي كان شايلها برضه. انت الروستر بتاعك كان عظيم، كان كلهم لا احسن من بس بعض. اه، هو ماشي سينا اللي بس كان متصدر واجهة ك... الشركة ك... وكل حاجة. بالظبط يعني، كنجم كان نجم الاول في الشركه ما فيهاش خلاف، هو سين من الاخر. انا معاك، ده بس انت برضو ده بقية معروف. الروستر مديك اوبشنز ان انت لو بقيت انت الاوستر حبيت عشان ان ايه، انت عشان تجازف وتشيل سينا من ان هو يبقى واجهة الشركة وتحط حد تاني، الجمهور ما كانش هيعترض. لا انما بس انت هم دلوقتي انت ما لا عندكش. بس هم، اصل خلي بالك الموضوع مش موضوع بس نجم وبتاع، في حوار كودي برضو، حوار مين اللي بنبعته عشان يعمل لنا انترفيوهات مش عارف ايه، حوار المبيعات ده مهم فشخ، مين اللي بيبيع التيشيرتات والكلام ده، انت فاهم. فدي كل دي عوامل بتتاخد يا معلم، فاهم. والله انا اتمنى. المره الوحيده اللي فكروا ان هم يحولوا سينا لهيل كانت قصاد زاروك، عشان قصاده الروك، فاهم. بالظبط. قبل كده الموضوع ده ما كانش في دماغهم اصلا، يعني حتى لو الناس بتشتم في سينا مش فارقه معانا، وهو هيكمل زي ما هو، مش هنقدر نغير الموضوع، فاهم. والله يا صاحبي نتمنى ان احنا نشوف كودي هيل زي ما كل الناس عايزاه. كودي هيل دي بقى محتاجه ان حد يبقى فيس يقف قصاده. انت ما ما فيش عندكش، انت حد جبت يقدر له يقف. جونسر اصلا عشان هو يبقى هيل. وحتى غير جونسر، انت اورتن جونز هو اللي موجود وهيبقى هو الهيل. فانت مكمل مع برضه كودي فيس دي لا ما شاء الله بقى. اه لا لسه محتاجين يبنوا حد بقى طالع جامد كده وبتاع يقف هو مفيش. قصاده. بص يا معلم، اه انا بقيت دلوقتي رجعت اتابع انكس تي. ماشي، بعد ما كنت فقدت الشغف بعد التصعيدات بعد وهم ما فضوا الروستر بعد والكلام ما ده كله. العيال الصغيرة فضل فضوا رجعوا الروستر. ملوها تاني. اه. بس العيال الصغيرة الجديدة اللي هم جابوهم، العيال دي فيها امل. العيال دي تقدر تاخد منهم 3 4 على الاقل يبقوا مين ايفنترز. مش بس العيال دي كلها بجد، لا كلهم عيال صغيره قوي. كلهم عيال صغيره بجد، العيال لسه عايزه انت تتطور. انت شايف كده، انت شايف كده، بس تريبل اتش يا كابتن برضه لا كابتن لا لا ضخ لا لا، له ما رأي تاني. افتكرش. ما بص، ما حدش من العيال دي اسمه هيسمع معاك قبل 3 4 سنين بالميت. طب يا عم انا فين بقى 3 4 سنين. ماشي، يعني انت ما فهمش غير هو عيل اللي واحد لسه هو اللي سينا زقه. ماشي. وعندك بقى انت ايفل بتاع نيو جابان ده. يا لهوي. يا لهوي. يا لهوي. ده جاي كان ده فرحه جاي على ايو واسطة، سكاي النهارده صحيح. هو جاي واسطة يا اسطى، بيرادوا ما ايه انا يا بقول اسطى. لك الفرح كان النهارده. يعني واحنا ما هم بنتكلم بيرادوها الفرح يا كان اسطى. النهارده. بقى خلت ما كنتش في ريسل منيا هنرضيك، هنجيب جوزك وبتاع تقلقي. وفي ناس تانية، في ناس تانية جاية من نيو جابان، جاية على انكس تي بقى ان شاء الله. لان نيو جابان ما كانش كل المين ايفنترز والناس التقيلة اللي فيهم اي دبليو مضت معاه. فانت عمال بتاخد خلاص السكند هاند. يعني نيو جابان فضيت يعني. يا ابني بيفلسوا. آه. بيفلسوا خلاص، مش امال عارفين يمضوا حد. مين اللي هيلعب، امال مين اللي هيلعب في ريسل كينجدوم يا باشا، والحاجات اللي بيقعدوا يعملوها. في الغالب بريسل كينجدوم اللي جاي يعني اي دبليو اللي هتقومها له. الروستر بتاع اي امال دبليو هو اللي هيقوم. ميلزر هيدي 9 نجوم لمين يا كابتن. وول اوسبري فول ان اللي جايه ان شاء الله.
هيدي لاوسبري لما ديف يكسب، لما ديف يكسب حزام الاي دبليو هيديله 12 نجمة. م- منطق منطق ديف مينزا ماتش في ريسل كينجدم، واحد ياباني ضد كيني اوميجا وويل اوسبري، قعد 40 دقيقة، 6 نجوم مستريح يا راجل. ايوه. على طول. مفيش كلام تاني. لا 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 فاهم؟ لا، ايوه. ويل اوسبري بيلعب خشبة 9 نجوم. 9 نجوم مستريح يعني. اه حرفيا اي ماتش فيه ويل اوسبري انا تمام. انا كسر ال5، احنا بعد ال7 نبدأ نتكلم. ما تفهمش ويل اوسبري عامل له عمل ولا فيه ايه، والله العظيم. يعني هو ما تفهمش فيه. موضوع غريب يعني. اه. المهم احنا دلوقتي يا يعني صاحبي رايحين ايه اللي محطتين ورا بعض، رايحين للساتردي اتوقع نايت مين طبعا. ايفنت يوم السبت الجاي، وكلاش. وبعدها كلاش الايطالي السبت اللي بعده. طب اقول آه. لك على حاجه بقى، قول. الموضوع التوقيتات بتاع العروض ده باين ان مفيش تخطيط خالص. انت موافقني في الكلام ده صح؟ ده صح، صح جدا. يعني ازاي انا ازنق عرض ووراه عرض بعدها على طول باسبوع؟ انت ايوه فاهم؟ يعني انت عامل عرض، اولا عملت عرض باكلاش، بعديه باسبوعين عرض، بعديه باسبوع عرض، يعني في 3 عروض في ظرف 3 اسابيع. ازاي؟ بالظبط. فين القصص اللي يعني انا هتبنيها له؟ انا بلحق ابني ايه بقى؟ فعشان كده تحس ان العرض ده والعرض اللي جاي بتاع تلات تحسهم فيلر كده. فاهم؟ هيبقوا فيلر لحد عرض يعني السعودية، الا لو في ايوه حاجة يا في عم، انت النص. العرض بتاع ايطاليا ده فاضل عليه اسبوع، وانت ما فاضلش، ما اعلنش غير ماتش واحد بس. هو او ماتش صباح واحد الخير. اللي اعلن عنه، هو ماتش واحد في سماك داون اللي فاتت، كودي ف وجونثر. والماتش التاني اللي احنا هنروح له في الغالب يعني هو الريماتش بتاع جيكوب ورون، دول اللي احنا تمام. رايحين له. وحط ماتش مثلا ماتش الليف على اساس انها من ايطاليا باين، ولا يا مش عارف عم من ايه. ليف مين يا بخ عم، يا عم ليف مين يا عم. بخ بخ بيحب يوجب قوي مع اصحاب ما البلد يا باشا، انت مش ما هو ملاحظ ما في الموضوع ده؟ يا ابني، ما هو الفكرة ان في عروض الرول اللي فاتت ما فيش حد ستيفري فكرة صابت، ما فيش حد واقف قدامها. يا راجل، هي خلاص. ستيفاني مصابه اصلا؟ ايوه يا عم. انا بحسبهم لسه مكملين في العك ده. لا يا عم مصابة يا صاحبي. فما فيش حد. خلاص خلاص، يبقى ماتش تاك تيم مع دوم يا ابني. وحتى هي ودوم. سول طلعوها ووقفوها قدام بيكي لينش، وده في الغالب برضو الماتش ده اه هيبقى في ايطاليا في الغالب. يبقى ده الماتش بتاع ده ماتش الستات، وحط ماتشين كمان بقى، اي ماتشين كمان بقى. بالظبط. انت عارف ارزع ماتش كمان من سماك داون، ماتش كمان من سماك داون. ايوه بالظبط. وماتش اخراني من روما. هو حوار دوم وفين ده لسه شغال؟ اه لسه شغال يا صاحبي لحد في دلوقتي الغالب في الغالب في الغالب ممكن يحط لهم ماتش. مش عارف هما يعني هيحطوا لهم بداية عداوتهم من دلوقتي، ولا هما هيرموا كل حاجة لسمر اسلام، مش عارف بصراحة. احنا لسه هنقعد نكمل لسمر اسلام يا عم؟ عايزين اه والله. العداوة زي ما بقول لك بتاعت فين وبتاعت دوم دي، هل هيدونا ماتش من دلوقتي في ايطاليا، ولا هنفضل يدبوا في بعض في الرو لحد ما نوصل ما لسمر هم اسلام؟ معرفش. ما هم لعبوا ماتش صح؟ هما لعبوا ماتش راس بتاع راس المانيا. المين. تمام، هيلعبوا ماتش تاني، وفي الغالب دوم هيكسب مثلا، ويبقى في ماتش تالت بقى. اللي هو بتاع فاهم؟ سمر اسلام، بس هو الماتش التاني اللي هيتلعب بقى في الغالب مش في ايطاليا، يعني ما افتكرش ان هو هيبقى في ايطاليا، افتكر ان مش هو عارف. ممكن يبقى في ارض السعودية. هو هو دوم له ماتش في العرض بتاع تريبل ايه؟ اه. العرض بتاع تريبل ايه اللي هو في اخر 5 ده التريبل له ماتش مانيا فيه؟ ده انا عايز اقول لك الدبليو دبليو اي وتريبل اتش طفحوا على تريبل اي، يعني تريبل اي كان عندها التريبل مانيا دي بتبقى ليله واحده، خلوها ليلتين برضو. لا لا، سيبك من تريبل مانيا، انا بتكلم على العرض اللي هو اللي جاي ده في شهر 5 لا ده، لا لا، اللي هو بعد ملوش اسبوعين. ملوش لا. يبقى هو هيبقى موجود في ايطاليا وش. الله اعلم ممكن يعملوه ولا لا. يا اما بقى، يا اما هيبقى له ماتش، يا اما هيروح مع ليف. هو طالما مش موجود في العرض بتاع ما هيروح مع المكسيك ليف ده، يبقى يعمل هو. ايه؟ مفيش حاجه هناك يا صاحبي. يا عم هيدل عليه. ما في يا يا اسطى، صاحبي، ما فيش حد واقف قدام ليف، انت ليه مش متخيل؟ مفيش. احنا يا في عم ما الفراغ. هو الحزام ماشي، ده انت قلت هيدل. عليه بص اللي انت قلت عليه بعد راس المانيا، على الحزام بتاع ليف ده هو بالظبط اللي بيحصل. الحزام طب ما انا ده ايه، ما انا عارف هيدبه. اللي فيها.
ما انا ايه عارف اللي فيه، قلت لك انت مش هتشوفها ولا هتشوفها بتصور ولا هتشوف الحزام ده ولا هيحصل اي حاجه. بس ايوه الفكره ايه بالظبط. ان العرض انا قلت ان العرض في ايطاليا بخا بيحب يواجه مع اصحاب الارض، فاهم؟ ايوه. يعني اي حد صاحب ارض بيحب يواجه مع عكس فينس كان اي حد صاحب ارض لازم يخسر. ايوه. انت فاهم؟ اللي هو ده بلدك وبتلعب وسط جمهورك، هتخسر يا ابني روح هتخسر. يعني هتخسر. ايوه بالظبط. من الاخر. اخر مره حد كسب كان بانك في موني ان ذا بانك بتاع ماتش هو وسينا. ايوه بس ده عشان السيناريو مش اكتر، ايوه هو لولا بالظبط. كده هو لو على فينس كان هيخسره. ايوه ده فاهم؟ حقيقي. هو فينس يعني 90% من الماتشات اللي الناس بتلعبها على ارضها كانت بتخسر. البخ العكس خالص بقى، اي واحد بيلعب على ارضه بنسبه 200% يلا هيكسب. يكسب. ما عدا، ايوه لا لا بص. لا، استنى افتكرت اورتن وسينا. بتاع ده. اه في اورتن باكلاش السنه اللي وسينا فاتت. في سانت لويس. وعشان برضو السيناريو، عشان مش عارف نخسر سينا في اول ماتش ليه بعد ما كسب الحزام، فاهم؟ بالظبط اه. مش كان اكتر هو مش عشان اكتر اول من ماتش كده. فعلا. اه انما اي حد على ارضه بنواجه، هي مش نسبه 100% صح يعني، بس يعني نسبه 99%. ابن السنه اللي فاتت خلوا اسمه ايه ده برونسون يكسب رومان عشان عشان هو في كان استراليا، كنا في ولازم استراليا. نوجب معاه. دوم كسب سينا في سرفايفر سيريز عشان برضه الجدع من سان دييجو ولازم نوجب معاه. اه. انت فاهم؟ ريا كسبت في استراليا برضه عشان صاحب بلد ولازم نوجب معاه. انت فاهم؟ ايوه بالظبط. هو اي صاحب بلد لازم يعمل الواجب معاه. انت فاهم؟ بكا جدع في الموضوع ده، سقه في الموضوع ده. ف... ان فانا احنا ما اعرفش لا. رايحين، احنا رايحين دلوقتي يعني قبل ايطاليا. المحطة اللي قبل ايطاليا ساتردي نايت من ايفنت. احنا دلوقتي عندنا 3 ماتشات. ماشي. سيبك من ماتش الستات 6 وومن تاج ماتش ده كده كده انا هقوم ساعتها مثلا اعمل اي حاجة، ممكن العب 20 ضغط. انت فاهم؟ افكر في مستقبلي. يعني ممكن اعمل اي حاجة في الدنيا غير ان انا اتفرج على الماتش ده. ماشي. تخش الحمام تاكل تشرب اي اعمل اي حاجه. حاجة، انا اعمل اي حاجة. انت فاهم؟ ممكن اشغل حلقة العزب شو مثلا، اي حاجة في الدنيا غير ان انا اتفرج على الماتش ده. ماشي. عندك طبيعي. الماتش التاني. تمام. الفيجن هيلعبوا الستريت بروفيتس على حزام التاج. تصدق بالله انا نسيت يعني ايه ماتش تاج بيتلعب على حزام التاج. لا برو ولا يعني في سماك داون ادينا بنشوفه شوية. ماشي، انما في الرو انا نسيت. انا نسيت خالص. يا ابني هو قسم التاك تيم مدفون اصلا. ما انا مش فاهم هم بيعاملوا قسم تعرف التاج تعرف كده ممكن ازاي. يعملوا ايه في ايطاليا؟ ممكن هيبقى في ماتش تاني، ممكن يبقى في ماتش 3 تاني لتلاتة. بقى ما بين. هيبقى 6 مان اه تاج ماتش، ايوه في الغالب. اه ده اللي احنا ممكن نروح له في ايطاليا ويبقى سيز معاهم وبرون فيجن. معاه. أي- فيجن وبرون. يعني الفيجن اللي هم برون والاثنين اللي معاهم الحزمه ضد سيس وستريت بروفيتس. بالظبط كده اه. في الغالب ده اللي احنا هنروح له. لان انت عارف ان ساتردي نايت من ايفنت اصلا مفيش احزمه بتتغير فيه، ولا بيبقى فيه نتائج مهمه يعني. انت فاهم؟ بس اه دي لا كده الحاجه اللي كده انت ممكن تطلع بيها منه فعلا، ان انت تبني ايوه ماتش للاسبوع اللي بعده وخلاص. ايوه. وتعمل سيجمنت حلوة بعدها فرو وخلاص. والماتش التالت بقى عندنا ده اللي انا هقعد اتفرج عليه بس عشان انا يعني بحب ايثن بيج وبحب بنتا. فالاتنين هيلعبوا بعض على حزام الانتر كونتيننتال. الحزام اللي مش هيتغير اصلا. احنا عارفين برضو ان ما ايثن اعرفش بيج مش هيكسب. الدبليو دبليو اي ما اعرفش معجبه بكابتن بنت أوي. هو انا مالهم بحب كده. بنتا بصراحة، بس هو مشكلتهم ان هم جابوا بنتا في اخر كاريره. وهو في يعني الاربعينات. اه وهو انا بيودي. اصلا انا حضرت البرايم بتاع بنتا كله من ايام لوتشا اندر جراوند. وحتى لما راح التين اي وبقى بطل عالم هناك، والفترة بتاعته في اي دبليو وفي تريبل اي. انا حضرت البرايم ده كله بتاعه هو وري فينيكس اخوه. ماشي. فهم مشكلتهم لما جابوا بنت راحوا جابوه في اخر كاريره. فهو وبرضه بنت اسلوبه متحجم قوي جوه الدبليو دبليو اي. ان هو اي حد متحكم يا عم، انت في ناس يا عم انت
في ماتشات انت تحس ان الناس يعني بيقولوا لهم اوعى تعمل حركه. انا بقول لك اهو، اه 90% من الماتشات دول انا بحس كده بيطلعوا يقولوا له اوعى تعمل حركه اوعى. علم يعني بنت، بص، علشان مش انت عايزاك تتشقلب متخيل حتى. ان بنت وافقوا له على الكنديان ديستروير وخلوها المكسيكان ديستروير عشان هو يعملها. تخيل بقى ازاي. يعني دي الحاجة الوحيدة اللي هو جاي بيها اصلا من الانديز. الباقي كله بقى، كل اللي كان بيعمله في الانديز، اتفرج على ماتشاته في لوتشا اندر جراوند يا سيدي، اتفرج على ماتشاته في اي دبليو نفسها. الماتشات كانت عاملة ازاي. لا هم جابوا بنت في اخر كاريره وحجموه. انما برضه هفضل اقول اللي جاهز دلوقتي ان هو يتحط في الميد كارد وان هو يشيل حزام الانتر، وياخده فترة كويسة ويعرف يقومهولك. ايسان بيج مرعب في الموضوع ده. الواد على المايك عبقري وكاركتر عظيمة بصراحة. انا بحبه جدا. ممكن يكسبوه ليه لا. مش عارف، بس هي ما حصلتش في ساتردي نايت قبل كده. يعني ما بس فيش هو نتائج كبيرة يعني حصلت في ساتردي نايت قبل كده. لو كسب في الغابر بقى يعني هيكمل لسمر سلام وبعد كده هيسيب اللقب لحد تاني. مش عارف بقى، بس انا روسيف صعبان عليا صح. انا روسيف هيجي له صعبان وقت عليا قوي بصراحة. هيجي له وقت ما تقلقش. اه طب بالظبط. وبالنسبه لشيمس اللي صدره ولع ده، هو يا لسه عم مش يكسب لما يبقى يرجع من الانتركونتيننتال؟ الإصابة اللي فيها بقاله سنتين دي. شيمس مش محظوظ خالص على فكره. خالص الريسلمانيا اللي فاتت ما حطوش اصلا في الكارد، وريسلمانيا دي اتصاب. اه. ما فيش حظ. لا لا ما على فيش كده. فكره شيمس من الناس اللي مش واخده حقها خالص يعني. خالص خالص الناس مش الراجل مقدراه. الراجل ده الراجل ده من احسن الناس اللي كانت في دبليو اخر 20 سنه، بس للاسف مش واخد تقدير. بس اقول لك على حاجه، الناس هتقدره لما يعتزل. بالظبط هيعرفوا شيمس وهيعرفوا هتقدره قيمته لما يعتزل فعلا. آه، انما دلوقتي لا، لما هما الناس يعتزل مش مقدرة. هيقدروه. والمفروض ان هم يستغلوا شيمس عشان يعني انت ممكن شيمس ده تجيبه تعمل بيه شويه عداوات مع الناس الجديده دي، وهتبقى حلوه فشخ. شيمس يطلع منهم ماتشات حلوه فشخ، ايوه يا ويطلع منهم معلم. عداوات حلوه فشخ. فاهم؟ انت ما عندكش كاركتر طف زي شيمس غير درو جونسر بس. ماشي، ما عندكش حد تاني اللي هو هيخش ماتش يقعد يرزع في اللي قدامه ويهين في اللي قدامه زي دلوقتي زي شيمس. انت ما فيش حد هو لا موجود. هو هو جونسر بس، وجونسر حتى دلوقتي ما فيش حد قدامه ان هو يعمل معاه ماتشات زي دي. الجونسر هم بوظوه من ساعه حوارات الاعتزالات والحاجات دي، الموضوع باظ بقى. بالظبط. وانا جونسر الموضوع بصراحة يعني بقى اللي اتمنى ان بأساطير هم يعني. يعملوه. يعني دي امنية شخصية خالص بقى يعني. ما افتكرش ان هم هيقدروا يفكروا في حاجة زي كده. بس يعني جونثر لو كسب الحزام من كودي، ابعد كودي بقى خالص عن المين ايفنت سين خالص، ابعده تماما. ماشي. وناس زي ايليا وكارميلو خليهم هم دول اللي يطلعوا يرزعوا في جونثر. طب وبعدين وايه الهدف من كده يعني مش لما مش اكسب قصة جونسر؟ مش انا قصة ايه الهدف. ع- انت بقى ابني، ما انت ع- بص، انت هيبقى عندك فرصة ان انت تبني واحد زي كارميلو وتبني واحد زي ايليا. انت يا خلاص راجل دي بنيت ناس جونثر. ما راحتش عرض الريسل مانيا. انت مستني ان هم ما هي يبنوهم دي في ما المين هي ايفنت دي وانت انت رايح انت عندك صباح فرصة الخير. دلوقتي ان انت تبنيهم. صباح الخير يا عم، صباح ماشي، ما الخير يا راجل. ابني بقى يعني. انت ده ابنيهم مش بقى. منطقي خالص. انت يا عندك ابني هو لو اتنين قابل ويستد بوتنشال انت مش عارف تعمل بيهم حاجة. والاتنين من احسن البرفورمرز اللي موجودين عندك في الروستر. دي هو لو فرصة ان طلعوهم انت تعمل بيهم حاجة. هطلعهم هطلعهم ماتش كده ياكلهم جونسر كده اكله محترمه كده زي دراجون ليج كده، وبعد كده خلاص لا لا لا، يتعشوا. مش ما, روح ما روح هي دي لحالك. بقى، ما الفكرة بقى ان ماتشات يعني هما مش هيعرفوا يعملوا كده. لا مع كارميلو مع جونثر ولا ايليا مع جونثر. علشان الناس شافت اوريدي ماتشاتهم في انكس تي، لان ماتشاتهم في انكس تي مشهورة بغباء. فهم يا عارفين عم ايه اللي يقدر يطلع منهم. ما فيش حاجه اسمها كده. كم واحد بيتفرج على انكس تي، ولا كم واحد لا لا مهتم لا لا بانكس لا، تي، ما ولا بيتفرج على هقول ماتشات لك دي؟ لا. ماتشات ايليا
بالذات وغير ماتشات كده ايليا وغير كده وجونثر كانت مشهوره لان هي كانت في لينكس تي بلاك اند جولد ساعتها. الماتشات دي وغير كانت كده، ايه مشهوره إيه جدا. المشكله؟ الكلام ده من امتى؟ من 6 7 سنين، ما الدنيا بتتغير اه، يعني، مش انت فاهم يعني. بتتكلم انت بتتكلم طب في طب ما طب ما 2021. بروك طب ما بروك ليزنر، طب ما سينا كان غلب ليزنر اول ما رجع في 2013 باين في كانت اكستريم رولز، بعدها 2012 ولا بسنتين. 2013 حاجه كده، اه. ايا كان 12 13، بعدها بسنه او بسنتين ليزنر خدوا سكواش، صباح الخير يعني. ده لحد دلوقتي تمام، لحد ما ليزنر اعتزل وسينا اعتزل، اخر ماتش ما بينهم ليزنر برضه خد سكواش. اه لا، بس السكواش بتاع السمر سلام ده اللي كان حاجه تانية، اللي هو 16 ربع ساعه سوبلكسات، ما التاني سوبلكسات ما انا اهي. التاني ما نفخش في وشه حتى، صباح الخير. انا صدعت وانت والله هتقول العظيم لي يومها في الماتش ده. وانت تقول لي انكس تي جولد يا عم، صباح هم لو عايزين جونسر ينزل ياكلهم حرفيا هياكلهم. والله فالموضوع يا خلصان صاحبي يعني. يعني احنا مش عايزين نطول كتير لان مفيش كلام كتير نقدر نقوله. وهم فعلا زي ما انت قلت هم عارضين فيلر لحد عرض السعودية، ونشوف بعدها بقى هو ايه. عرض السعوديه اللي هيبقى فيه حاجه مهمه، عشان يبقى فيه ماتشات بتاعت ده لو هيعملوها يعني، اللي هي بتاع كينج اوف ذا رينج كينج اوف وكده. ذا رينج. ما افتكر ان وبن... الكواليفيكيشنز بتاع كينج اوف ذا رينج هتبقى هتبقى من بعد كلاش الايثري، افتكر يعني. و... ومن بعديها هتعرف شكل سمر اسلام احنا رايحين على فين. اه فاهم بالظبط. يعني ده اللي ممكن فعلا يوصلنا يعني. لشكل سمر ستيل. يعني ف نايت اوف شامبيونز انت هتبقى عارف سمر اسلام انت رايح على فين، مين هيقابل مين على ده، ومين هيقابل مين على الحزام ده وكده، انت فاهم. بالظبط. الدنيا هتتحدد في نايت اوف شامبيونز. عموما عروض السعوديه هم بيهتموا بقى شويه عن اه باقي العروض. بالظبط، اه اخر كام سنة عروض السعودية كانت حلوة جدا بصراحة. بعد ما بطلوا حوار فكرة ان هم يجيبوا لهم الناس اللي اعتزلت علشان يعملوا ماتشات دي، انت ما هو فاهم يا ابني العروض بقت حلوة. تحس ان الناس في السعوديه في الاول، اول ما عملوا العقود دي مع دبليو دبليو بتاع، هو كان كل تخيلهم عن المصارعه ايه بقى؟ مين اشهر ناس عندكم بقى؟ اللي هو لا لا لا. اندرتيكر شون مايكلز وجولدبرج، مش عارف، يلا نجيبهم بقى ايه يعملوا ماتشات، فاهم. مش لا مشكله بقى هو ده واحد عنده 50 سنه مثلا ايوه. ومبطل، ده واحد ما لعبش مصارعه بقاله 20 سنه، انت فاهم، مش مهم. هما تحسهم كانوا اللي هو لا ايه عايزين يعملوا الماتشات اللي كانوا نفسهم يشوفوها وهم صغيرين. اه، انت ماتشات فاهم، الاحلام فعملوه فجات لهم الفرصة يعملوها وهم ماتشات كبار بقى. ماتشات الاحلام اللي عايزين يعملوها في دبليو دبليو سماك داون فيس رو عملوها. ايوه. انما هم اللي كانوا دلوقتي بيكلموا عروض كابتن ممدوح عاديه. فرج في التليفون يقولوا له عايزين نتفرج عليه. ايوه يا باشا، عايز ماتش الحنوتي مع كين انا. ايوه. جبنا لك الحنوتي مع كين مع دي اكس، عايز حاجه تاني؟ اسبل ماتش في تاريخ المصارعه تقريبا. كومبو ابن لذينه. لا هم بعد كده بقى بطلوا الكلام ده بصراحة من ساعة ما بطلوه. وهم لا بقت ماتش عروض السعودية تستناها. والجمهور لا، بتاع عروض السعوديه السعودية بقت. بصراحة حلو يعني، أنا بحب الجمهور السعودية على بصراحة. فكره اللي هيخلي عرض ايطاليا انا متوقع ان عرض ايطاليا يبقى احسن من باكلاش. بكتير عشان الجمهور يا صاحبي، بكتير. عشان اعتقد جوده الماتشات، هو لسه ما نعرفش الماتشات، بس مبدئيا كودي وجونسر هيبقى كويس، هيبقى ماتش ده حلو. هيبقى ماتش حلو. انا مش متوقع ان هو يبقى ماتش فشيخ، بس هو هيبقى ماتش حلو وهيبقى احسن من اي ماتش في باكلاش حتى. بالظبط ده حقيقي. فاهم. بنسبه كبيره يعني، فبناء على باقي الماتشات ممكن إن جوده الماتشات تبقى احلى، والجمهور كده كده هيبقى احلى. اه ما انا بقول لك انا ف... بقى يعني. بص اي عرض بره امريكا الجمهور بيبقى فشيخ. جمهور امريكا ميت والله انا ويزهقك. المفروض، انا نفسي ان معظم العروض تبقى بره امريكا اصلا. ما انت كده كده بتعمل العروض الاسبوعيه كلها في امريكا، انت فاهم. يعني كل رو كل سماك داون باستثناء لما بيبقوا بره بقى في عرض شهري او حاجه بتتعمل في امريكا، فاهم يعني 90% منهم في امريكا. انا نفسي بقى ايه كتروا العروض الشهريه اللي بره امريكا، فاهم. لان والله يا احنا ريت بقى يا هم صاحبي، يا ريت هم كام نتمنى. عرض هم بيبقوا عرضين ثلاثه في السنه ده. ايوه بالظبط. والله نتمنى يا صاحبي. ان شاء الله ينصصوها حتى يبقى النص في امريكا ونص بره، انت يا عم فاهم. يجوا يعملوا عندنا هنا عند الاهرامات واحنا هننبسط. ومش هعتبر كندا دي انها بره امريكا، سواء الضحك يعني. ايوه بالظبط. لا انا بقول لك يا عم يجوا يعملوها عندنا في مصر هنا يا عم، في منطقة الاهرامات عرض في هنتبسط مصر والله. على فكره، انا في ماتش بوكسنج اللي هيتعرض، اه مش عارف الشهر ده ولا اه. الشهر الجاي، عارف انت ماتش البوكسنج اللي هيتعمل ده؟
في ماتش بوكسنج كده مهم هيتعمل ايوه عند ايوه هيتعمل، ايوه هنا في الجيزة. مصر، ايوه. ليه بقى ما نعملش؟ والله لو عملنا عرض في مصر هيبقى رايق فشخ. ايوه يا معلم والله، انا ده اللي انا بقوله لك. هم بس الفكره ان الدبليو دبليو اي علشان عروضها تطلع بره لازم البلد هي اللي تيجي وتدفع لهم فلوس قد كده علشان ما هو ياخدوهم الموضوع ده عندهم ويعملوا العرض. فاحنا عندنا احنا ما مش هندفع المبالغ دي. ما هو الموضوع يتم عن طريق ايه بقى؟ عن طريق رياض سيزون، عن طريق السعودية. ما هو الرياض سيزون يا معلم، ما هو بياخده عنده، هو هيجيبه لك هنا ليه؟ يعني لو حب يجدد بيقول لك انا زهقنا من وهو المصارعة جدد، شوية، خد هو يا عم جدد ادونا هو عندي. جدد في ماتش البوكس ده زي ما انت بتقول، ان هو ما عملوش، ما مش عامل العرض في طيب السعوديه، ما لا هو عرضه عامله ايوه عندنا هنا. ماتش البوكسنج تبع الرياض سيزون، انت فاهم؟ فهم فنتمنى لو ان هو. عايزين، هم ممكن يعملوا كده، انت فاهم؟ اللي هو انا خدت ريسل مانيا، هديك انت اي حاجه، انت فاهم؟ هديك يا عم بالظبط. انت نايت اوف شامبيونز يا عم مثلا اديني يعني. حلقه في عرض الرو وانا هتبسط. انت فاهم؟ لا يعني هم السنه الجايه ياخدوا ريسل مانيا صح؟ ايوه بس انا جاي في اديني انا السعوديه يا عم، انا وانت رايحين. اديني. اديني حته من التورته زي ما بيقولوا، اديني نايت اوف شامبيونز ده. بالظبط. انت فاهم؟ انا مش وانت هتخسر رايحين حاجه ان يعني. شاء الله يا صاحبي. طبعا يا باشا، زي ما قلت لك احنا هنعلق، وبعد اول ماتش على طول هنتحبس. هيبقى هيبقى في ماتش سلالم، تمام؟ هيقوم جايين ايه، رابطيننا في الترابيزه ومخلين بنت او ريم ميستيريو مثلا يعمل ايه، يقعوا علينا. فروج فروج سبلاش كده من على السلم كده علينا على بالظبط. يقول لك انا نقلنا المذيعين العربيين لاقرب مستشفى هنا. يقول بالظبط. لك خلاص بقى. خير يا صاحبي، نتابع ونشوف، وإن شاء الله الحلقة الجاية يبقى يعني الدنيا تكون أحسن، وتكون اتطورت، ويكون هو الكارد بقى بتاع عرض إيطاليا واضح بقى، نعرف إحنا رايحين فين بالظبط. الحلقه الجايه نكون خسرنا من ساترداي وخلصنا وعرفنا ايه عرض ايطاليا ده هيبقى شكله عامل ازاي بقى. بالظبط. زي الفل يا وبعد صاحبي. ما بعد ما نخلص ايطاليا هنبدا نخش بقى على المهم يعني، فاهم؟ ايه بالظبط. بقى في حاجه تحصل مهمه بقى شويه، فاهم؟ عشان هنشوف. بقى يبقى خلاص بقى قربنا على سمر اسلام يعني. بالظبط هنتابع. نتمنى ان في حاجه مهمه تحصل. هنتابع ونشوف يا صاحبي، كنت مبسوط معاك، وإن شاء الله الحلقة تكون لطيفة، وإن شاء الله الأسبوع الجاي يبقى في مواضيع أكتر إن إحنا نتكلم فيها. ان شاء الله.